على فكرة ده مش تواضع، ده قلة قيمة. خليني اقولك حاجة، وحاجة ممكن تزعلك شوية. في ستات كتيرة قوي فاكرة ان اللي بتعمله ده او طريقة تصرفاتها اسمها تواضع، ادب، اخلاق، بس من جوه هو فعلا اسمه خوف، قلة تقدير للذات، واحساس انك مش اولوية حتى عند نفسك. ولو دايما بتقولي انا مش مهم، اي حاجة تمشي، انا استحمل، يبقى اكيد الفيديو ده ليكي. لان النهاردة هنتكلم عن قلة القيمة اللي لابسة لبس التواضع، وازاي تفرقي ما بين الاخلاق والاختفاء. التواضع معناها ان انا فعلا عارفة قيمتي كويس قوي ومش محتاجة اتعالى على حد. لكن قلة تقدير الذات معناها ان انا مش شايفة قيمتي اصلا، فبقبل على نفسي حاجة بتعدي عليا، بقبل حتى لو الحاجة دي هتقلل مني. الفرق جوهري جدا، لأن التواضع بيطلع من قوة، لكن قلة القيمة بتطلع من الخوف. وأمثلة شائعة جدا بتقولها ستات كتيرة: أنا مش مهم رأيي، هم أكيد أحسن مني، أنا مكسوفة إن أنا أطلب، مش عايزة أبقى تقيلة على حد، وخدي من ده كتير قوي. فلو بتعملي أي حاجة من الحاجات اللي أنا هقولك عليها دي دلوقتي، اقفي وقفة مع نفسك. بتعتذري كتير حتى لو انت مش غلطانة، بتقولي ولا يهمك او ولا يهمك حتى وانت مأذية، بتقبلي علاقات اقل بكتير قوي من اللي انت تستاهليها، بتخافي تترفضي، بتحسي ان طلبك عبارة عن عبء، دايما بتختاري السلام حتى لو على حساب كرامتك. اللي مش شايف قيمته بيعتبر وجوده فضل عند الناس. تعالي نتكلم على الأستاذة دال اللي جات لي العيادة. ست عندها 45 سنة، متجوزة، بتقول أنا ست بسيطة مش بطلب حاجة وراضية، لكن الحقيقة إن زوجها مهمل، وإن مفيش تقدير بيجيلها من أي حد، وإن مفيش أي نوع من أنواع المشاركات، ودايما هي اللي بتتنازل. في الجلسات اكتشفنا إن وهي صغيرة اتعلمت إن الحب معناها سكوت، أستحمل وأسكت وأرضى، وده معناها ان انا بحب الشخص اللي قدامي. وان الست الشاطرة الذكية العاقلة اللي بتحافظ على بيتها ملهاش طلبات، وان التضحية قيمة كبيرة جدا وقيمة عالية. فهي كانت دايما في معتقداتها ان طول ما هي هتسكت وطول ما هي مش هتطلب، معناها ان هي بتعمل الحاجة الصح. لما اشتغلنا مع بعض واشتغلنا على معتقداتها وعلى أفكارها السلبية وعلى ثقتها بنفسها وعلى إحساسها بذاتها وقيمتها، ابتدت تقول أنا محتاجة، أنا عندي حق، أنا ليا حق، أنا تعبت. مش صوتها هو اللي اتغير، لكن قيمتها في عينيها عن نفسها هي اللي اتغيرت. طب هو ليه الست بالذات بتقع في الفخ ده؟ رقم 1 التربية، رقم 2 الثقافة، رقم 3 التأييد اللي جاي من المجتمع. اتربت ان كل حاجة عيب، وانها لازم تستحمل، وانها مش لازم تعلي صوتها، فتبنى عندها خوف من الرفض. لو طلبت تتحب، لو رفضت تتساب. فده نشأ عندها مغلوط في أفكارها وفي معتقداتها. فخلطت التواضع بالمسح الذاتي، وخلطت الصبر بالقهر. محدش للأسف طلب منها إنها تلغي نفسها ولا تعيش مكسورة علشان في الآخر يبقى اسمها إنها عايشة كويس. تعالوا نشوف الأستاذة ميم. ست عندها 38 سنة وناجحة مهنيا جدا، عندها شغل ممتاز وشهادة، وكل الناس بتشوفها إنها قوية، وجات لي العيادة. لكن كانت بتقول أنا بحس إني نص ست، أي حد ممكن يستغنى عني. والسبب كان إن طفولتها فيها مقارنة، إنها اتربت على الحب المشروط، وإنها كانت بتتقدر على حسب إنجازاتها فقط لا غير. فقلة القيمة مش شكلها فشل، ساعات أحيانا شكلها نجاح من بره وفراغ كبير قوي وإحساس بالوحدة من جوه. طب إزاي هنخرج نفسنا بقى من الدايرة دي؟ دايرة إن إحنا ملخبطين التواضع بالاختفاء. أول حاجة لازم أسمي الحاجة باسمها، لازم أسمي إن اللي أنا فيه ده مش تواضع، ده خوف. رقم 2 إن أنا أراقب لغتي، أراقب الطريقة اللي أنا بكلم بيها نفسي، وهفضل أعيد وأزيد في النقطة دي لحد ما بجد تقدروا تفهموها كويس قوي. لأن الطريقة اللي أنا بعبر بيها واللي أنا بخاطب بيها نفسي وبخاطب بيها حياتي ممكن يا تموت حياتي يا تحييها. لو أنا بقول مفيش فايدة،
الواقع هيكون ان مش هيكون فيه فايدة. لكن لو انا بقول انا بكبر وبنمو وبتعلم وبتطور، اكيد هي دي هتكون النتيجة في الاخر. فراقبي لغتك، راقبي الكلام اللي هو عادي ولا يهمني، مش مهم، انا مش في الحسبان، مش لازم حد يعمل لي اي حاجة، انا مش محتاجة حاجة الخ. دربي نفسك انك تطلبي، وده رقم 3. طلبات صغيرة، ابتدي مع الناس اللي انت بتحسي بيهم بالامان. طلب بسيط، حدود واضحة، غير ما تبرري انت ليه بتعملي ده. ورقم 4، اسألي نفسك سؤال وسؤال واحد: لو حد عزيز عليا بيعمل ده انا كنت هقول له ايه؟ فافصلي كويس قوي الاخلاق عن الالغاء. ممكن تبقي محترمة ومؤدبة وكلاس وفي نفس الوقت ما تختفيش. هنا عايزة افكرك ان انت مش متواضعة علشان ساكتة، انت ساكتة علشان اتعودتي تحطي نفسك اخر واحدة. وقيمة الست مش في قد ايه هي بتستحمل، قيمتها في قد ايه هي بتحترم نفسها. اول خطوة في العلاج انك تفرقي ما بين التواضع المزيف والاختفاء.